بيبدأ الفيلم بجماعة إرهابية بيقبضوا على صحفية اسمها إيميليا، وإيميليا ساعتها كانت بتصور مواقع عسكرية، ولما بيفتشوها بيعرفوا إنها جاسوسة فبياخدوا قرار إنهم يخلصوا عليها، بس هي فضلت تترجاهم كتير علشان يسيبوها لكن في الآخر موتوها. وبعدها بيظهر العميل سيتلر وهو بيشرح لمجموعة عن سلاح بيخترعوه جديد وبيقول لهم إنه هيساعدهم في التجسس والقتل، وبتدخل بعدها وزيرة الدفاع وبتعاتبه إن إزاي يبدأ عملية عسكرية من غير ما يرجع لها، بس هو بيقول لها إنه بيشرح لهم وبيوضح لهم الموضوع مش اكتر ولا اقل. وبعد كده بنلاقي العصابه بينقلوا جثه الصحفيه علشان يحرقوها، بس المفاجاه هنا انها بتتحرك وبنعرف انها روبوت، وبتقوم قاتله الطباخ وبتطبخ اكل للعصابه بس بتحط لهم فيه سم، وبعد ما بياكلوا الاكل بتقتلهم كلهم، وواحد منهم بيهددها انه هيفجر المكان بس هي ما بيهمهاش حد وبتفجر المكان بنفسها. وبعد كده بتروح تنقذ عالم كان مخطوف، وبعد كده بنروح لستلر اللي بيقول لهم ان العمليه نجحت. وبنرجع تاني لايميليا اللي كانت عند العالم، بس مفاجاه انها مش بتنقذه وبتقتله وسابت المكان ومشيت، ودي بتبقى صدمه كبيره بالنسبه له. وبعدها بنروح نشوف كادي وهي قاعده مع الدكتوره النفسيه وبتسالها عن اللي حصل معاها الفتره اللي فاتت، فكادي بتقول لها ان خالتها كانت بتتحاكم علشان الروبوت بس قدرت تحول المشكله لفكره مفيده في محاربه الروبوتات. وبتتعرف كادي على كريستيان اللي شغال في امن المعلومات وبيعجبوا ببعض، وبنلاحظ ان خالة كادي بتعاملها طول الوقت انها طفله، وبتعرفها ان التكنولوجيا خطر عليها ولازم تتعلم تدافع عن نفسها وتكون علاقات مع اللي حواليها. وبعدها بتبعتها تتعلم فنون قتاليه، بس في المدرسه اصحاب كادي بيتريقوا عليها بسبب خالتها اللي خلتهم يمنعوا موبايلات في المدرسه، ولما بتيجي واحده منهم تضايقها كادي بتفضل تضرب فيها جامد، لكن بعد كده بنشوف خالتها بتلومها على اللي عملته وتعرفها ان المفروض تسيطر على غضبها، وكادي بتقول لها انها كانت بتحاول تقول اسرارها لخالتها. وبعدها بيبقى في مستثمر وصل وتيس عرفته على اجدد الاختراعات اللي الشركه عملتها، وكارل بيحكي له عن مشروع الهيكل العبقري اللي بيساعد العمال وبيستحمل الاوزان الضخمه، لكن المستثمر لما بيجي يجربه الهيكل بيضربه من غير ما يقصد، فالمستثمر بيتعصب وبيمشي. وجيما لما وصلت متاخر اتهمها كارل وتيس انها كانت السبب في ان الصفقه تضيع، وكادي ساعتها عرفت ان في حد اخترق النظام، وجيما اتفاجئت علشان ما فيش حد يعرف حاجه عن المشروع غيرهم. وبعدها ألتون قال لها انه يقدر يخليها غنيه باختراعاتها علشان هي موهوبه، وبيوريهم روبوت بيعالج اعاقته وبيخليه يقدر يتحرك، وبيعرض عليهم يشاركوه مقابل مبلغ كبير، بس بنتفاجئ ان جيما رفضت، فهو بيقول لها تفكر تاني وبيدعيها للحفله. وبعدها بنشوف شخص جاي من السفر، ولما دخل الاوضه بنلاقي الشنطه بتاعته اتفتحت لوحدها وكان جواها ايميليا، فهي بتقوم واقفه وراه وبتقتله. بعدها كريستيان بيقول لجيما انها المفروض تقبل عرض ألتون، لكن هي قالت له انه هيأذي الناس وبيستغلها. وبعدها كادي وصلت، ولما بيسالها عن الدراسه قالت له انها مهتمه جدا بالتكنولوجيا. بعدها كادي راحت على اوضتها وحاولت تتواصل بجهاز مع ميجان، لكن بتلاقي النظام مش شغال. وبعدها جيما دخلت عليها وشافت صوره اهل كادي، فبتفضل تطمن فيها وانها هتكون جنبها ومش هتبعد عنها. وبالليل جيما بتبقى نايمه وفجاه الشاشه بتعرض صور لوحدها، وبتنزل تلاقي في ناس بيحاولوا يهجموا على البيت، ولما حاولت تتصل بالشرطه لقت الخط متهكر. وبعدها كادي نزلت، ولما حاولوا يستخبوا المقتحمين لقوهم، وبنلاحظ ان اللي بيساعدهم هو الذكاء الاصطناعي اللي في البيت. ولما جه واحد منهم يدخل الاوضه بنتفاجئ لما بنلاقي السرير قفل عليه، ولما بييجوا يتصلوا بالشرطه اتفاجئوا لما قالوا لهم انهم هم الشرطه. وبعدها سيتلر بيظهر وبيقدم لهم نفسه، وجيما طلبت من كادي تروح الاوضه وبيوريها ملفات ايميليا اللي استخدموها في قتل الهدف وانها خدت ماده ضاره، وبعدها مات كل اللي اشتغل على المشروع ده وان حياتها دلوقتي في خطر. وساعتها جه لجيما رسائل كتير على تليفونها، ولما سيتلر خد التليفون لقى كل الرسائل دي اتمسحت، فاتضايق جدا وقال لها انها بتحور عليه. وبعدها جيما سمعت صوت واكتشفت ان ميجان بتراقبهم، وانها بعد كل ده ولسه في نظام البيت ده هي كمان اللي كانت السبب في انهم ينقلوها هنا، وطلبت منها المساعده في تصنيع جسم تقدر تستخدمه، ووعدتها انها تحميها من ايميليا. وبعدها تيس اتوترت لما عرفت اللي حصل وبترفض يعملوا ميجان تاني بسبب اللي حصل قبل كده، لكن بعد كده بيعملوا نسخه اصغر من ميجان. في الاول ميجان اتضايقت من القرار ده وعرفتهم ان عندها حل يوقفوا بيه ايميليا، وقالت لهم ان جسمها فيه زرار لكنه مش ظاهر وممكن يستخدموه علشان يوقفوها، وان كمان بيت ألتون هو اللي فيه المخططات اللي بتوضح مكان الزرار ده. فجيما وافقت تروح. وبعدها كادي لما وصلت البيت شافت تيس فسالت جيما عن السبب اللي خلاها تروح الحفله، لكن جيما ما رضيتش تقول السبب، فكادي اتضايقت وحست ان جيما بتخبي عليها. ولما راحت الحفله ميجان قالت لها ان المخططات اكيد موجوده في اوضه ألتون والمفروض يلحقوا يوصلوا لها قبل ايميليا. بعدها ألتون طلع علشان يعرض لهم اهم اختراعاته وانه قدر يمشي تاني بسبب اختراع منهم. بعدها جيما بتروح تلوم كارل انه ما قالهاش انه هيجي وانها مش بتحترم الفريق، وميجان قالت لجيما تشوف جيوبه وفعلا لقت كارته وخدته، وده علشان تفتح اوضه السيرفرات. وساعتها سيتلر بيراقبها وألتون بيعجب بايميليا، وفي نفس الوقت جيما
وميجان بيخترقوا نظام اوضه التحكم، بس في اللحظه دي ايميليا بتصور بصمه عين ألتون وبتدخل هي على النظام وبتخترقه، وساعتها ألتون بيخاف منها، وهي اول ما بتحس انه بدا يعرف عنها حاجه قتلته. وميجان قالت لهم ان نظام ألتون يقدر يقطع الكهرباء عن المدينه كلها ويخترق الاجهزه، فحاولت تخترق هي النظام قبله لكن ايميليا شافتهم. فجيما فصلت ميجان عن النظام بسرعه، وستلر اول ما وصل عند ايميليا ضربته لحد ما فقد الوعي، وميجان قالت لهم انها تقدر تساعدهم، وجيما خلتها تدخل النظام تاني. وميجان ضحكت على ايميليا وخلتها تفتكر ان جيما مشيت، وفعلا ايميليا سابت المكان وراحت تدور عليها. بعدها ميجان قالت لهم ان ايميليا عايزه تقتل جيما، وساعدتهم يوصلوا العربيه وشغلتها بسرعه علشان توصل قبل ايميليا. بعدها الكهرباء قطعت على كادي وتيس وهم في البيت، فتيس بتروح تشوف ايه اللي حصل، وكادي بتسمع صوت فبتتفاجئ ان الهيكل الذكي حاول يخنق تيس، فكادي دلقت عليه ميه علشان تنقذها. وبعدها حصلت مشكله في الكهرباء، فميجان ساعدتهم وفتحت لهم باب تحت الارض علشان تنقذهم. وساعتها ايميليا وصلت، وميجان قالت لها انها اتاخرت لكن ايميليا دمرتها. ولما بينزلوا بيتفاجئوا انهم نزلوا في كهف سري، وبيشوفوا في الشاشه ان ألتون اتقتل. فميجان قالت لهم انهم كده في امان، والاحسن انهم ما يخرجوش خالص، وان عندهم ميه واكل يكفوهم فتره طويله. فكادي بتزعل ان جيما كانت عارفه ان ميجان لسه موجوده، فدخلت ممر تاني واتقفل عليها الباب. بعدها لقت اوضه شبه اوضتها، واكتشفت ان في روبوت شبه ميجان لكن لسه ما اكتملش، وبتتاسف لكادي على اللي حصل، فبتسالها ان لو هي عندها مشاعر يبقى لازم تساعدهم. فميجان وافقت تروح معاها. وبعدها جيما اتصدمت لما لقت في نسخه من ميجان ما اكتملتش، فقالت لهم انها مش هتقدر تعمل روبوت تاني بعد اللي حصل، لكن كلهم بيحاولوا يقنعوها انهم يعملوا روبوت تاني. وتيس قالت ان دي الفرصه الوحيده علشان يهربوا. وساعتها ميجان بتوريهم باب سري لاوضه فيها خامات يعرفوا يستخدموها علشان يبنوا جسم الميجان، وكل ده يا صديقي علشان تعرف تواجه ايميليا. وبعدها جيما بتقول لهم انها ضافت لها قطعه تخليها ما تاذيش البشر، وبيلاقوا ان ميجان اتعلمت مهارات كتير وبقت اقوى. وقالت لهم انها لما اخترقت الشبكه لقت ايميليا بتحاول توصل لموقع سري. وتاني يوم بنشوف ميجان بتتنكر وبتدخل الحفله وبتخترق الكاميرات علشان تعرض اللي بيحصل لكادي وجيما، فبتلاقي كريستيان بيتكلم مع السفير الصيني عن شراكتهم. وبعدها الكهرباء فصلت واشتغلت تاني وابتدى عرض الروبوتات، وبنشوف ساعتها ميجان بتشارك علشان ما تلفتش الانتباه، لكن جيما ساعتها اتوترت وقالت انها كده مش هتعرف تنقذ كريستيان، واتصلت بكريستيان وحذرته. بعدها ايميليا راحت ناحيته، فقامت تيس فاصله الكهرباء، فايميليا بدات تقتل الحراس، والناس كلهم خافوا والشرطه حاولت تمسكها لكن عرفت تتغلب عليهم. وساعتها ستلر بيقبض على جيما علشان كان فاكر انها المسؤوله، وقال لها توقف كل الروبوتات. فجيما قالت له انا مش السبب وانا بحاول انقذ الناس، لكن ساعتها ايميليا جت وقتلت ستلر. فكادي شافت اللي حصل وجريت علشان تنقذ جيما، فميجان شافتها وقالت انها لسه عايشه وقعدت تدور على ايميليا. وبعدها ايميليا حاولت تقنع ميجان تنضم ليها لكنها رفضت، فبتروح تخطف كادي. وميجان راحت لجيما وحكت لها على اللي حصل، وميجان ساعتها بتستخدم جهاز التتبع اللي كان مع ستلر لانه هيساعدهم يعرفوا مكان ايميليا. وطلعوا من المبنى وراحوا يدوروا عليها وعرفوا مكانها. وبعدها بياخدوا كريستيان معاهم للكهف السري، وهو بيقول لهم ان هدف ايميليا هو انها تسرق الشريحه بتاعه الذكاء الاصطناعي، وانها في مكان امن ومش هتعرف توصل له. فميجان قالت لهم يركبوا قنبله صغيره في الشريحه علشان لما ايميليا توصل لها تنفجر فيها. فكريستيان وافق وشرح لهم طريقه دخول المبنى السري، وميجان قالت لهم يعملوا لها في ايديها بصمه كريستيان، وجيما بتحط لها قنبله في ايديها من غير ما كريستيان يعرف. وتاني يوم كارل دخل الشركه وكتب نفس الموظف بعد ما خدره. بعدها ميجان نطت من فوق الجبل ودخلت من نفس الفتحه، بس الارسال انقطع، وكارل اتلخبط وشم المناديل اللي خدر بيها الموظف فهو كمان اغمى عليه. وبعدها ميجان خدرت الحراس ووصلت للاوضه، بس الارسال طبعا اتقطع عنها. فجيما حست ان ميجان هي اللي كانت السبب في كل ده، وممكن تكون اتحكمت في ايميليا من الاول علشان توصل للشريحه، وهي اللي خططت لكل ده. وبعدها بتجيب الجهاز اللي بيتحكم في القنبله، وكريستيان بيحاول يهديها وخده منها وقال لها ان ميجان احتمال تكون لسه معاهم. وبعدها كريستيان ضرب تيس وخلاها تفقد الوعي، وقال لايميليا تدخل الكهف السري لان هو اللي خطط لكل حاجه من البدايه. بعدها ميجان بتتكهرب، وكريستيان صنع نسخه جديده من ميجان بعد ما عرف عيوب النسخه القديمه، وكمان ورى جيما المعمل بتاعه والناس اللي شغاله معاه، وقال لها تقتل ميجان لكن هي رفضت، فقال لها انه مش هيقتلها لكن هيحط لها شريحه تحكم. بعدها كارل صحي ولقى نفسه في فتحه التهويه، ولما راح مع كادي عرفوا ان كريستيان كان السبب في اللي حصل، وقال لمساعدينه نتخلص من ميجان، وكمان دخل شراكه مع رؤساء الدول. فكادي اقترحت انهم يستخدموا ايميليا لمصلحتهم، لكن كارل بيبقى خايف بس بيضطر يعمل كده. وجيما لما صحيت سمعت حد بيكلمها لكن اكتشفت انها ميجان وهي حطت نفسها في النظام. بعدها كارل وكادي وصلوا لايميليا وفعلوا فيها النظام الجديد، وقالوا لها ان في ناس عايزه تقتلها
يقتلهم، فإيميليا حاولت تهاجم الحراس لكن كهربوها، وبعدها برمجت النظام من تاني وهزمتهم كلهم. وكريستيان لما حس بخطر حاول يهرب بسرعة، لكن كادي لما وصلت لجيما لقيتها قتلت الحراس، وشافوا كريستيان وهو بيهرب وكمان كان بيحاول يدمر المكان قبل ما يعمل كده. فجيما ساعتها واجهته وهو هددها انه هيقتل كادي، فاعتذرت لكادي انها قللت من قدراتها وقالت لها انها قوية، لكن كادي كسرت ايد كريستيان فطلع يجري ودخل اوضه، لكن لا ايميليا ظهرت وراه وقتلته. فايميليا راحت ناحية الشريحة الذكية لكن ميجان حاولت تمنعها، لكن ايميليا اتغلبت عليها، وبنشوف ان جيما ما هربتش ورجعت تساعدهم، وكادي راحت معاها. ولما وصلوا لقوا ان ايميليا وصلت للشريحة، وميجان قالت لها تعمل الصح ومسكتها جامد، لكن جيما فجرت القنبلة وقتلتهم. وبنشوف تاني يوم وجيما رايحة المحكمة وقالت ان التكنولوجيا ممكن تكون خطيرة احيانا ولازم العالم كله ياخد باله. وبعدها الشرطة خدت كل الاختراعات اللي في شركة كريستيان، وجيما كانت بتكتب في الكتاب لكن لقت البيت بينور، وميجان ظهرت في الجهاز وظهر انها ما ماتتش ولسه بتتحكم في كهربة البيت. فجيما وكادي بيفرحوا جدا ومش بيبقوا مصدقين انها لسه موجودة وعلى قيد الحياة. وهنا صديقي الفيلم بيخلص، اتمنى يا رب يكون عجبك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان ينزل لك كل جديد. دمتم بخير، مع السلامة.